بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 14/7/2023 الموافق الجمعة. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تمكنت قواتنا وقوات الدعم السريع بدحر عدد 2 متحرك للعدو. تحركت هذه المتحركات من معسكر حطاب، وكانت هدفها أن تمشط بالسامراب وشارع الإنغاز، ومرورا بسلاح الإشارة، ومرورا بالقيادة العامة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهود من أشاوس الدعم السريع تم سحق المتحركات تماما، وتم أسر عدد 242 فرد، وتم أسر عدد 2 ضباط برتبة عميد معنا الآن. والحمد لله تمكنت قواتنا من قتل قائد المتحرك اللواء هاشم إبراهيم عمر. طيب، الآن معنا السيد العميد الركن والي الدين حسن ونسة، قائد متحرك الشهيد الصادق. نحن سيادتك بنرحب بك وقوات الدعم السريع، نسأل الله إنه يفك أسركم، ودارينك تدينا نبذة خفيفة عن المتحرك، علما بأنه عدد القوة 775 وعدد الضباط 41، عدد العربات المقاتلة 71، عدد العربات الكبيرة ناقلة الجنود والعتاد 6 عربة. ده في متحرك الشهيد الصادق بقيادة السيد العميد ركن والي الدين حسن ونسة. طيب، سيادتك دارينك تدينا نبذة بتاريخ اليوم عن الشيء تم بالتفاصيل وبالضبط اتأثرتوا ايه والحصل شنو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نمرة البطاقة 10502، عميد ركن ولي الدين حسن ونسة عدلان. الدفعة 42، قائد متحرك الشهيد الصادق شريف الدين، المتحرك من حطاب مرورا بالدردوق والسامراب شارع الإنغاز، والوصول بالإشارة والقيادة العامة. وتم الاشتباك بتاريخ اليوم 14/7/2023، وتم أسري بشارع الإنغاز الساعة 8 تقريبا. ومنذ أسري وجدت كل المعاملة الطيبة من قوات الدعم السريع، وأنا مصاب، تم عمل إسعافات أولية في الدائرة الطبية، والمعاملة حسنة، ما وجدنا منه غير المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. شكرا جزيلا سيادتك، نسأل الله انه يأمن السودان ويفك أسرك ويرفع مننا البلاء ان شاء الله. طيب، برضو معانا السيد العميد الركن خلف الله محمد عبد الله، قائد متحرك الشهيد هيثم. عدد القوة 876، عدد الضباط 47، من بينهم عدد 2 عدد 3 عقيد وعدد 3 مقدمين. مش كده يا سيادتك؟ نعم. طيب، هذا المتحركات طبعا متحركين وتحركت بمحورين. عدد العربات في متحرك الشهيد هيثم بقيادة العميد الركن خلف الله محمد عبد الله. عدد العربات ناقلة الجنود 2 عربة كبيرة، وعدد العربات المقاتلة كم يا سيادتك؟ 71 عدد عربة مقاتلة. جملة العربات المقاتلة من المتحركات الاثنين كلها العربات المقاتلة ذات الدفع الرباعي 142 عربة مقاتلة، زائد 8 عربة ناقلة جنود وإمداد. الحمد لله تمكنت قواتنا من الاستيلاء على عدد 132 عربة مقاتلة جاهزة أن تنزل المعركة يعني في أي وقت احتجنا لها إن شاء الله. وتمكنت قواتنا أيضا من الاستيلاء على عدد 8 عربة ناقلة الجنود وناقلة العتاد الحربي. طيب يا سيادتك، نحن دايرينك برضه تدينا نبذة كما برضه تفضل قبلك السيد العميد الركن والي الدين، تدينا نبذة عن المتحرك بالتفاصيل والتاريخ
وزمان ومكان الاشتباك والشيء اللي حصل في المعركة. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وسلم. أنا العميد الركن خلف الله محمد عبد الله القائد متحرك الشهيد هيثم ضمن متحرك الكدرو. كما أسلفت القوة هي 876 من أفراد والضباط 47 والمعدات 71 العربات المقاتلة. وتحركنا من حطاب 2 صباحا ومرينا بدردوب وعبر السامراب ثم طريق الإنغاز ثم التقدم. يعني كان المفروض يكون لإشارة ثم قيادة العامة. وفي هذا اليوم لم نتمكن من إكمال العملية وقد تم أسرنا. يعني كان المفروض يكون لإشارة ثم قيادة العامة. وفي هذا اليوم لم نتمكن من إكمال العملية وقد تم أسرنا في الطريق ووجدنا معاملة حسنة ولم يمسنا أحد لا بلفظ ولا بخدش. والحمد لله أنا سليم معافى. ونحن في ضيافة الدعم السريع اليوم. نسأل الله أن يعمر البلاد إن شاء الله. يديكم العافية. طيب، رغم الانتصارات التي تمكنت منها قوات الدعم السريع بتاريخ 14/7/2023، ولكن الأمر والأدهى ما يتعرضون له أفراد وضباط القوات المسلحة السودانية الذي نحن نعرفها جيدا، ما يتعرضون له من كذب ومن تضليل في المعلومات. قبل أن يأتي هذا المتحرك أظهروا مقاطع فيديو بأنهم يمشطوا طريق الإنقاذ وسلاح الإشارة، ولم يوجد أي وجود لقوات الدعم السريع في هذه المنطقة. ضللوا بها هؤلاء الضباط الأبرياء في تقديري أنا، وبعدها حركوهم نحو قواتنا المتواجدة في كل محلية بحري. نحن والله الآن صراحة نحن ذاتنا كنا معاكم في المعركة في بحري، والشيء شاهدناه صراحة يعني مهزلة كبيرة جدا للقوات المسلحة. وأنا أتمنى أن شرفاء القوات المسلحة، دوما نحن نتحدث بأن نخاطب شرفاء القوات المسلحة، ونحن نعلم بأن القوات المسلحة فيها شرفاء، ولكنهم دفنوا رؤوسهم في الرمال وأصبحوا يطيعوا أوامر جنرالات الحركة الإسلامية، وعلى رأسهم البرهان والكباشي وياسر العطا وآخرون نحن نعرفهم. ولكن نأمل ونتمنى أن القوات المسلحة السودانية أن تنتبه لهذا الخطر، وهذا الخطر خطر كبير جدا على الأفراد والضباط وعلى الشعب السوداني وعلى السودان. نحن نتمنى أنه شرفاء القوات المسلحة يدركوا هذا الخطر ويعرفوا أن قوات الدعم السريع الآن تقاتل في عناصر الحركة الإسلامية داخل الجيش وخارج الجيش. نحن السادة العمدة نتمنى أن ربنا يفك أسركم ويردكم إلى أهلكم آمين آمين سالمين، ونتمنى لكم إقامة طيبة وصوت أخوانكم في قوات الدعم السريع. ونحن نوضح بأن قوات الدعم السريع هي السند الرئيسي للقوات المسلحة طيلة هذه الفترة منذ 10 أعوام. قوات الدعم السريع هي تساند القوات المسلحة وظلت تقوم بواجب القوات المسلحة لأكثر من 10 عام، قبل سقوط البشير ب7 أعوام، وبعد أن سقط البشير ب3 أعوام هي تقوم بمهام القوات المسلحة. وكنا نقاتل جنبا إلى جنب، وكنا في كل المواقع مع بعضنا البعض. نحن ما زلنا نحس هذه الروح، وحينما نجدكم في أي موقع من المواقع وحتى إن كانت معركة لم تسمح لنا أنفسنا أن نعاملكم بأي معاملة كريهة أو تمس بمكانتكم أو بشرفكم، لأنه نحن بنفتكركم إنكم بالنسبة لنا برضو قادة في القوات المسلحة، وأنتم مثل لنا نحن في القوات المسلحة. لكن الآن نحن في قوات الدعم السريع رسالتنا إنه الآن نحن بنقاتل في عناصر الحركة الإسلامية داخل الجيش وخارج الجيش. نحن نتمنى إنه يكون في السودان فيه قوات مسلحة سودانية مهنية لا تعرف حزب ولا قبيلة ولا جغرافية محددة، بل تعمل من أجل حماية الأرض والعرض.
نحن أيضا نحلم بسودان ديمقراطي مدني يتمتع فيه كل الشعب بصلاحية، ويتمتع فيه كل الشعب بمساواة، ونجد فيه أنفسنا كلنا أبناء أقاليم السودان المختلفة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.